السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الاحلى واحلى. بشكر الناس اللي دخلت عندي في القناة جديد والناس اللي متابعيني من الاول، بشكركم جدا. يا رب يدومكم نعمة في حياتي. النهاردة هنعمل احلى روتين، وهقول لك كمان كل ما انضف الشقة بيحصل لي كارثة سودا بجد يا بنات. ما كنتش اتوقع اللي يحصل لي كده في الشقة. النهاردة هنشوفوها مع بعض وهقول لك ايه هي. طبعا قبل ما نبدا في اي حاجه هنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا انتوا شايفين الغسيل، انا كنت الفيديو اللي قبل ده كنت مصوراه معاكم، كنت لما الملايات والهدوم وكنت غاسله معاكم. طبعا انا هنا لسه الغسيل قلت عشان ياخد الشمس اليوم ده وهلمه، انا ما بخلوش كتير اصلا في البلكونه. طبعا انتوا شايفين بقى المدعكه اللي في الاوضه دي مش مدعكه وبس، ده عايزه اقول لكم سوق الجمعه وسوق التلاجة عندي في الاوضه دي. طبعا انا رتبتها، انتوا شايفين الحركه دي هي سهله، بس عايزه اقول لكم بتعب جدا. هي حركه بصوبع عادي يعني بايديكي كده تعمليها كده، دي حركه سهله، بس عايزه اقول لكم بتعب جدا جدا في الاوضه. بلم بقى المراتب بنفضها، الم السجاد كله وانفضه عشان كان في بسكوت مفروت مع الفشار وكده. قلت ايه لازم يتلمعوا كده بره. طبعا اخدته بقى على السلم نفضته تنفيضه حلوه عشان البلكونه بصراحه كان فيها غسيل، ورحت ملمعاه كده تلميعه زي ما انتم شايفين، وهتجي الاوضه عندي خلصت. انا تعبت فيها بس الحمد لله حسيت براحه نفسيه لما خلصتها. طبعا انتوا شايفين اوضه الانتريه بصراحه هي مش كركبه قوي، يعني دوبك هسوي الحاجات وانفض الانتريه، هكنس الارضيه وامسح تحت الانتريه عندي السيراميك وكده والوانها فاتحه، بحس اللي هو فيه تراب، نسبه تراب كده عشان انا على شارع بحس فيه تراب. خلصت الاوضه. هي الصراحه اوضه الانتريه دي ما خدتش معايا وقت بصراحه، حسيتها خلصت معايا كده بسرعه بصراحه. طبعا هنا بصراحه هبدا ايه عندي في اوضه النوم دي، لقيت الاولاد لسه نايمين، بدات بصراحه في المطبخ. عندي المطبخ كان عندي كميه مواعين والبوتاجاز كان متبهدل، اخد معايا وقت بس الحمد لله لمعته وظبطته. طبعا انتوا شايفين بقى الاوضه كده ما شاء الله خلصت. عايزه اقول لما بخلص اوضه كده بحس براحه نفسيه، وفي نفس الوقت بحس ان انا بنجز واني عايزه اخلص بدري عشان لسه هنزل المحل. طبعا انا اليوم ده صاحيه بدري عشان ابدا اخلص حاجتي. طيب بصوا انتوا اوضه النوم، طبعا انتوا شايفين بقى ابني الوقت ده خلاص لسه نايمين عشان بيسهروا بقى بالليل، والبنوته الحمد لله لسه نايمه. فيش غير بس ايه ابني بس الكبير هو اللي صحي الاول، قاعد بقى معايا وبقى يلف حوالين الشقه كده بقى قلت له على الله اشوفك في الاوض. صراحه بحب اخلص الاوض، ما بخليهمش يقعدوا عندي يعني في الاوض وكده بيبهدلوا الدنيا. ليه؟ عشان انا بخلص وببدا ايه هنزل المحل. طبعا خلصت المطبخ. هو المطبخ صراحة اخد معايا وقت عشان سيقت الارضية، وان الارضيه هي نظيفه بس سيقتها صراحه كده بشويه ديتول وكده. طبعا لميت بقى بواقي الاكل اللي في التلاجة، ومسحت التلاجة ومسحت صبنة الرخامه والمواعين كل اللي على الرخامه نضيف ووسخ كله غسلته بصراحه عشان كان فيه تراب وكده. خلصت. بحس براحه نفسيه جدا لما الاقي الحوض كده بيلمع ومفيهوش مواعين. يا سلام بقى لو قعد 3 ايام بالوقت ده، والله العظيم لو يوم هتبسط جدا. لازم مواعين ولازم حتى لو اقل حاجه هتلقي كوبايتين 3 اي حاجه تكون شاربه فيهم اي حاجه. طبعا هنا بقى خلاص خلصت بقى المطبخ. وعايزه اقول لكم اللي بيحصل لي بقى في الشقه يا جماعه كل ما انضف، عايزه اقول لكم يعني تاني يوم ابقى منضفه قبليها. تاني يوم والله العظيم بلاقي كميه نمل عندي حاجه صعبه، نمل. عايزه اقول لكم جبت منظفات، جبت حاجات كتيره جدا، قالوا لي رش للنمل ونش مش عارف ايه والكلام ده كله، وللصراصير. انا الحمد لله ما عنديش صراصير بس عندي نمل. النمل ده حاجه صعبه جدا جدا، وبقى اليوم ده ما فيهوش حاجه، يعني اليوم اللي انا ابقى مش منظفه فيه الشقه ومكركبه زي ما انتم بتشوفوها بلاقي فيه نمل. طبعا سألنا كتير والنمل مش النمل قالوا لنا ده حسد. بس الواحد يعني الحمد لله بيقرا قرآن واذكار وبيصلي، يعني المفروض يعني الحمد لله الحسد ده يعني هو عامه اي بيت فيه حسد وفيه عين. الحمد لله. والله يا جماعه ساعات بلاقي دود، تتوقعوا يعني النمل ده بيقلب معايا بدود، اللي هو الدود الصغير. في ناس هتقول لي عشان انت مش منظفه او عشان انت معفنه، الكلام ده كله والله العظيم انا بنظف يعني، او بسيبها يومين متكركبه والكلام ده كله، بس يعني ما بسيبش مثلا اللي هو بواقي اكل او اسيب زباله والكلام ده. انا اعرف الزباله دي الدود ده يجي من الزباله. انا الزباله دي الحمد لله مش بخليها في الشقه. الكادلس ده انا عندي يعني في وشي كده في الشارع عامه هتلاقي
ايه في خرابه على طول بصراحه في وشي، يعني ما بخليش الكادلس ده اصلا في البيت عشان معايا بنوته، ما بخليش الكادلس ده في البيت خالص، يعني في كيسه كده وعلى طول باول كده واروح رميه. بصراحه كده معرفش، قولولي ايه اللي اعمله في الشقه وانا هعمله. طبعا الحمد لله يعني على اي حاجه، انا بقيت اقرا دلوقتي ازازه ميه بقران واحطها في بخاخه، وببدا ارش الستاير. اهم حاجه ميه القران يا جماعه ما تجيش على السجاد، ما تجيش في النص وكده. طبعا هنا خلاص ببدأ ارش الستاير كلها، السرير، الدواليب، الانتريه، كل حاجة برشها عند الحيطان، والسكلم كده ببدأ ارشه برضو. عشان كده يعني الحمد لله احسن من الاول بكتير. طبعا انتوا شايفين بقى كان منظر الشقه، وخلصتها وخلصت الصاله واوضه النوم. طبعا الاولاد صحيوا ورحت مخلصه اوضه النوم بعد ما أنا جيت من الشغل بصراحه المحل بكملت، بس الحمد لله ايه كان معايا وقت بقى. طبعا انا عدت لكم على الشقه تاني وهي نظيفه. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوناش بلايك من ايديكم الحلوه، واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. واسيبكم بقى في رعايه الله والسلام.